حوار. شوف هنا إذا القرار غادي ياخذوا ياسين بوسليم. نشوف هنا من زاوية أخرى أنه غرفة الفار وشاشة الفار كلها عوامل مساعدة للحكم. الحكم خدا قراره الآن يعود لرقعة الملعب، خدا قراره يعود لرقعة الملعب. ياسين بوسليم بعد رؤية الفار يقر بضربة جزاء في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. تزت الأمور وتزت الجماهير بالمركب الرياضي محمد الخامس مدينة الدار البيضاء. الحكم ياسين بوسليم يقر بضربة جزاء في الأنفاس الأخيرة من عمر المواجهة، ويبدو أنه بعد رؤية الفار اتخذ القرار، يعني خدا قناعة ويسير الآن نحو منطقة الجزاء. الحكم المساعد خدا الوضعية المناسبة، والآن ضربة جزاء للرجاء، باكيتا لا يصدق، باكيتا البرازيلي لا يصدق. نعم يستعد للتنفيذ ويسير لينبري لهذه الكرة، الرجوي محمد الناهري المعروف بالقوة على مستوى التصويب، وجها لوجه مع الحارس هشام المجهد. ضربة جزاء في الأنفاس الأخيرة. الحكم بوسليم كينبه اللاعبين اتخاذ الوضعية القانونية لتنفيذ ضربة جزاء. لاحظوا لحظة مهمة، بالدو ماتش، كرة المقابلة الآن. ناهري يسجل جول، اهتزت المدرجات، فرحة هستيريا كبيرة للخضر، يبدو أنها مباراة هيتشكوكية في الأنفاس الأخيرة، مباراة هيتشكوكية بما تحمل كلمة بالمعنى في الأنفاس الأخيرة. حسن تقدير قدموا مقابلة قوية شيقة في الشق الدفاعي، والنايري يسكن الكرة في الشباك. واحد مقابل لا شيء، يضع في المرمى. هل هو أول انتصار للرجاء هذا الموسم، أم أن المباراة قابلة لأن تبوح بأسرار فيما تبقى، لأن لم تنتهي بعد. كرة لحسن تقدير في خط الوسط، محاولة أمامية الآن، نبطي بعد الخطورة، رجعت مرة أخرى لأيوب الختار، تمريرة ومحاولة المرور، لكن غادرت الخط الجانبي للملعب، والهبطي الآن غيترك المهمة لأحد اللاعبين. مباراة هي تشكوكية في الأنفاس الأخيرة.